نلاحظ لحظة التنفيذ، ثواني قليلة لحظة التنفيذ سنشاهد أين سينظر ليونيل ميسي. سيختار الزاوية، لا تأتي هذه التسديدات من فراغ ولا تأتي هذه الأهداف من فراغ. هنا بالطبع التسديد بيكي ينحني حتى يترك الثغرة داخل الحائط، حائط نادي بلباو. ولكن طبيعي الحارس المرمى بيرا أمتيتي بوسكيتس وانيستا. نعم. اعتقد ان اليوم برشا في الشوط الثاني هذه مباراة الذهاب، هذه مباراة الذهاب. نعم. نفس تسديد خالد الكرات ان اي لاعب راح يضربها فوق الجدار طبيعي. لكن هو ذكي. اشنو اصبح يلعب يلعب وين الحارس في المرمى؟ الزاويه اللي واقف فيها الحارس، لانه الحارس المرمى دائما ينتظر الكرة تفكيره فوق هكذا. الحارس. ولهذا قبل ما يسدد يمشي يعمل خطوتين. كان يكون واقف في الحارس. هذه فيا ريال، هذه في الزاوية. يلعب له ضد افكاره ويلعب له في القائم اللي موجود فيها حارس المرمى. نعم. سجل 3 اهداف بالطريقه هذه. قلت لك بان فالفيردي يقول دائما حينما تكون ركلات حره لبرشلونه ويسدد ميسي هي بمثابه ركله جزاء. فالفيردي يقف الان الى جانب زميل اشرف بنعي على ان ميسي مبهر في الركلات الحره. طبعا صحيفه سبورت المقربه من فريق برشلونه عنونت بهذا العنوان مباشره بعد انتهاء المباراه: كي جراند ايرسيو، كم انت كبير يا ليو. هل يمكن ان نقول شيء اخر كابتن طاهر الا ان نقول كبير؟ هو كبير جدا وعملاق. كبير عملاق. انا اقول بصراحه ممتع، لاعب رائع، موهبه كرويه. المنقذ شاهدنا في مباراه الكاس هو اللي انقذ البرسا، سجل هدف في مباراه الذهاب وسجل هدف في مباراه الاياب. في الدوري ضد فياريال هو اللي انقذ البرسا من هزيمه. وميسي شيء ممتاز انه لاعب حاسم، دائما اهدافه حاسمه، تقريبا جل اهدافه حاسمه اللي سجلها منذ بدايته مع فريق البرسا. بصراحه موهبه كرويه، يقرا افكار المدافعين ويلعب ضد افكارهم، يقرا افكار الحراس ويلعب ضد افكارهم، وهذه موهبه مو سهل. صحيح. لان نجاح التوقعات تقريبا 90%، انه يتوقع ماذا سيفعل المدافع ويلعب ضد المدافع. لهنا موهبه، مش كل لاعب ربي يعطيه الشيء هذا. نعم.